طبعا حبيب قلبي، زي ما انت شايف كده في عنوان الفيديو في الصوره المصغره، جايب لك النهارده طريقه عمل نسخه واتساب باسمك وصورتك وبتعديلاتك اللي انت عايزها. يعني من الاخر كده اعلمك التعديل على النسخ من الصفر للاحتراف، سواء انت عايز تتعلم التعديل على الاسامي او اللينكات او الصور او الوان النسخه او اي حاجه حرفيا في النسخه هتتعلمها النهارده، وهتخرج بالفيديو ده وانت عامل نسخه واتساب باسمك وصورتك. فعايزك تركز معايا من اول ثانيه في الفيديو لاخر ثانيه عشان تستفاد بشكل كبير. وطبعا الفيديو مدته كبيره شويه، ولكن الشرح حرفيا بالتفصيل الممل، فعايزك تركز عشان تعرف كل حاجه من الصفر للاحتراف. ويلا بينا نبدا. طبعا ديت نسخه واتساب اللي احنا هنعدل عليها النهارده، اللي هي كي ام واتساب. طبعا النسخه ديت كنت منزلها الفيديو اللي فات، تمام. فزي ما انت شايف كده نسخات طبيعيه جدا، نسخه باللون الاحمر. وعايزين بقى نعدل على كل حاجه. اضافات كيمو اليوتيوبر ديت عايزين نشيلها، وراستر نسخه كيمو. يعني عايزين نغير اسم صاحب النسخه اصلا، تمام. وعايزين نغير كمان كل الحاجات ديت ونحط اللي احنا عايزينه، والاضافات كمان الزراير ديت نفسها كمان عايزين نعدل عليها. وكل ده هنعدل عليه حرفيا في الفيديو، تمام. فاول حاجه لازم عشان انت تعدل على النسخه لازم يكون معاك تطبيق اسمه ام تي مانجر. ده اشهر تطبيق للتعديل على البرامج كلها حرفيا، مش النسخ وبس، تمام. فالتطبيق ده لو هو مش عندك طبعا هتلاقيه عندي في قناه التليجرام، واللينك بتاعه تحت في الوصف، تمام. فاحنا اول حاجه هنفتح تطبيق ام تي مانجر، وتستنى لحد ما يفتح معاك زي ما انت شايف كده. بعدين تدوس على الثلاث شرط اللي فوق على الشمال، وبعدين تدوس على كلمه اكستراكت اي بي كي اللي هي ديت. وهنا هتلاقي كل التطبيقات والبرامج اللي موجودين عندك على الجهاز موجودين هنا. هتبدا انك تدور على النسخه اللي انت عايز تعدل عليها، ولما تلاقيها زي ما انت شايف كده هتدوس عليها، وبعدين تدوس على كلمه اكستراكت اي بي كي، بعدين اوكي، وبعدين هتدوس على كلمه لوكيت. وهنا هتلاقي النسخه فتحت معاك هنا بالشكل ده، ومتعلم عليها باللون الاخضر عشان يعرفك ان ده التطبيق اللي انت اخترته. هتدوس عليها، وبعدين هتدوس على كلمه فيو اللي هي دي. وهنا هتلاقي كل الملفات اللي في النسخه ظهرت معاك بالشكل ده. اول حاجه عشان تعدل على الاسامي بتاع النسخه هتدخل على الملف الاصفر اللي هو تحت خالص ده، بعدين على تاني واحده، وبعدين هتدوس على اول واحده خالص. وهنا بقى تبدأ انك تكتب او تعدل على الاسامي بتاعت النسخة والكلام نفسه اللي جوه النسخة. ازاي بقى؟ تعالى اما اقول لك. يعني مثلا عندك النسخة ديت اسمها كي ام واتساب من بره، فاحنا عايزين نغير كي ام واتساب ديت ونخليها باسم تاني. فبتبدأ انك تدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، بعدين على كلمة فلتر اللي هي تاني واحدة، وبتيجي هنا وتكتب اسم الحاجة اللي انت عايز تغيرها. يعني انت عايز تعدل على اسم النسخة اللي اسمها كي ام واتساب، بتيجي هنا وتكتب كي ام واتساب، تمام. اهو كي ام واتساب، بعدين دوس على كلمة اوكي. وهنا هتلاقي كل حاجه اسمها كي ام واتساب موجوده في النسخه ظهرت معاك هنا بالشكل ده زي ما انت شايف. يعني كي ام واتساب ده اللي هو اسم النسخه، لو انت عايز تعدل عليه وتغيره هتعدله عادي جدا وتغيره بالاسم اللي انت عايزه. ولكن كي ام واتساب متكرره في كذا حاجه زي ما انت شايف، تمام. فاحنا عايزين نغير كي ام واتساب خالص من النسخه. فمثلا كي ام واتساب اللي هو اسم النسخه عايزين نغيره ونخليه مثلا واتساب محمد مثلا. يعني هنخلي النسخه باسم محمد، تمام. فبعد ما عدلت عليها ودوست اوكي زي ما انت شايف كده اتغيرت، تمام. فزي ما انت شايف كائن واتساب متكرره في كل حاجه اصلا زي ما انت شايف كده. فبتبدا انك تدوس على كلمه ريبليس اللي هي ديت، وتكتب فوق الكلمه اللي انت عايز تغيرها، وتحت الكلمه الجديده اللي انت عايز تحطها مكان ديت، تمام. وليكن مثلا واتساب محمد. اول ما ادوس على كلمه اوكي بالشكل ده هتلاقي ان كلمه كي ام واتساب اللي كانت مكتوبه بقى اسمها واتساب محمد زي ما انت شايف كده، تمام. فكده احنا عدلنا على اول حاجه اللي هي كي ام واتساب اللي هو اسم النسخه، تمام. فديت اول حاجه واسهل حاجه اصلا، تمام. فاحنا بعد ما ندوس على الحفظ ونحفظ النسخه هتلاقي كي ام واتساب ديت اتشالت وبقى اسمها واتساب محمد. وكل ده هنشوفه دلوقتي. طيب تعالى بقى نعدل على حاجه تانية، وليكن مثلا كلمه البرايفسي ديت واعدادات كي ام وراستا نسخه كيمو. عايزين برضو نشيل كلمه كيمو ونخليها راستا نسخه محمد، اضافات محمد، فاهم؟ فتعالى بقى هوري لك دلوقتي كل حاجه. انت مثلا عايز تعدل على كلمه البرايفسي اللي كانت في النسخه، هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، وبعدين على كلمه فلتر. فلتر يعني بحث، تمام. فبتبدا انك تدوس هنا وتكتب البرايفسي، تمام، وتدوس على كلمه اوكي. هنا هتلاقي كلمه البرايفسي والقلب وكل حاجه حرفيا مكتوبه زي ما هي مكتوبه في النسخه بالظبط ظهرت معاك هنا بالشكل ده، تمام. فبتيجي هنا بقى عايز تغير كلمه البرايفسي خالص وتحط اي حاجه تانية مكانها، او تشيل مثلا القلب ده وتحط حاجه تانية مكانه، برضو بتشيل عادي وتحط اللي انت عايزه، تمام. فانا بكلمك ان بعد ما احنا هنعدل هتلاقي القلب ده اتشال وتحط مكانه العلامه دي. ولو احنا عايزين نشيل كلمه البرايفسي خالص بتبدا انك تشيلها وتحط اي كلمه تانية عادي، تمام. وزي ما انت عملت في البرايفسي هتعمل برضو في اعدادات كام واتساب، وهتعمل برضو في جدوله الرسائل ورد التلقائي وراستر نسخه، وكل ده هتعمل زي ما انت عملت في البرايفسي بالظبط، تمام. فتعالى مثلا نغير كلمه اعدادات كام واتساب اللي هي تاني واحده. بتبدا انك تيجي برضو تدوس على الفلتر وتكتب اعدادات كام واتساب، او تكتب اعدادات بس، تمام. هتلاقي ظهرت معاك ايات بنفس الشكل ونفس الكتابه اللي هي مكتوبه هنا بالظبط في النسخه، تمام. فاحنا مثلا عايزين نشيل القلب برضو، القلب ده، ونحط العلامه التانية ديت،
كده احنا شلناها واتغيرناها. تعالى بقى بدل ما هي اسمها كي ام واتساب، لا نخليها اعدادات واتساب محمد، فاهم؟ فانت يعني هتشيل كل حاجه تخص المطور وتكتب اسمك انت، فهنخليها اعدادات واتساب محمد بالشكل ده. تمام. فبعد ما هنعدل برضو هتلاقي ان كلمه كي ام واتساب اتغيرت وبقى اسمها اعدادات واتساب محمد. وطبعا هنعدل على الباقي زي ما عدلنا في البرايفسي والاعدادات. ولكن لو انت واحد ذكي وملاحظ ان القلب متكرر مع كله، هتيجي وتبحث عن القلب الاحمر بدل التعب ده. تمام. فلما انت تبحث عن القلب الاحمر بالشكل ده هتلاقيه متكرر معاك في كذا حاجه. تمام. عندك مثلا هنا راستا نسخه كيمو، عندك ايات مكتوبه هنا، ولو انت فتحت النسخه هتلاقيها برضو موجوده عندك بنفس الشكل بالظبط ونفس الكتابه. فعايز بقى انت تيجي تعدل عليها او تعدل على القلب برضو زي ما اتفقنا ونحط العلامه ديت برضو عادي. وعندك مثلا فوق اباوت النسخه، طبعا ده موجود في الاعدادات. لو انت دخلت على اعدادات كي ام واتساب هتلاقي تحت خالص الاباوت والتحديثات والكلام ده كله. تمام. فبرضو انت عايز تعدل عليها بتعدلها. ولكن لو انت عايز تغير بقى القلب من كله، بتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، وهتلاقي كلمة ريبليس يعني تبديل. هنا بتيجي وتحط القلب الأحمر فوق، وتحط العلامة اللي انت عايز تبدلها بالقلب تحت، فاهم؟ كده انت عملت تبديل للقلب الأحمر بالعلامة ديت. فكده ديت حاجة أسهل أصلا. يعني ريبليس يعني تبديل، بتغير حاجة مكان حاجة في كل النسخة. ولو انت طبعا عايز تغير كلمة كيمو تخليها روستر نسخة محمد، لأن احنا اتفقنا النسخة اسمها دي نسخة واتساب محمد. تمام. وعندك هنا شهر نسخة كيمو مع أصحابك، لا عايزين نخليها شهر نسخة محمد، فاهم؟ فاحنا هنغير اسم المطور خالص من النسخة ونخليه باسم محمد. تمام. لو في حاجة تانية هنا زي مثلا اضافات كيمو اليوتيوبر، لا احنا هنشيل كيمو اليوتيوبر خالص ونخليها اضافات محمد اهو. نكتب محمد كده بقت اسمها اضافات محمد. وتحت خالص تواصل مع كيمو، لا نخليها تواصل مع محمد. دلوقتي بقت النسخة خاصة بواحد اسمه محمد، فاهم؟ فانت هتعمل كده بالظبط، ولكن مش هتحط محمد بقى، هتحط اسمك انت، فاهم؟ وطبعا لو جيت فتحت النسخة بالشكل ده هتلاقي ان القلب الاحمر متكرر جنب كل كلمة، ولكن احنا غيرناه. يعني لما تيجي تثبت النسخة في الاخر بعد التعديلات هتلاقي ان الايموجي الجديد ده هتحط بدل القلب الاحمر. تمام. فتعالى مثلا نعدل على اي حاجة جديدة جوه النسخة، لان لسه في حاجات ما عدلناش عليها اصلا، اللي هي الزراير اللي هي في الاضافات بتاعت كيمو اليوتيوبر. عندك طبعا القلب الاحمر غيرناه خالص. تمام. هيبقى بالايموجي الجديد. طيب تعالى بقى نعدل على الاضافات نفسها، اللي هي قسم عدم التهنيج، الزراير بتاعت عدم التهنيج والحمايه والكلام ده، وكمان الزراير بتاعت اللي هي الاضافات. تمام. فكل الحاجات ديت هنعدل عليها حالا، ولكن مش بتعدل عليها من هنا. تمام. كل اللي انت هتعمله بقى ان احنا نعدله من ملف تاني. تعالى هقول لك ازاي. انت هتخرج مره واحده لورا، تفضل تخرج لورا لحد ما يظهر معاك سيف اند اكست، بعدين اوكي. كده انت عملت حفظ للتعديلات اللي انت لسه عاملها. ونسيت اقول لك ان اسم النسخه بيكون موجود في الملف الازرق ده. لازم انت تفتح الملف بعدين تدوس على تاني واحده، بعدين بتيجي هنا وتدوس على علامه البحث اللي هي الفلتر، وبعدين تكتب اسم النسخه اللي هو كي ام واتساب، لان الاسم بتاع النسخه اصلا بيبقى موجود هنا عشان لو انت عايز تغيره. تمام. فبعد ما تكتبها بالشكل ده هتلاقيها ظهرت معاك اهوت بالشكل ده. فطبعا هي مكتوبه بالظبط كي ام واتساب بره، فلازم انت تكتبها هنا بالظبط وتبحث عنها. تمام. عشان تظهر معاك. بعد كده هتسميها واتساب محمد زي ما اتفقنا، وهتدوس على كلمه اوكي، بعدين ترجع لورا وتدوس على سيف اند تكست بعدين اوكي. تمام. فكده احنا غيرنا اسم النسخة. يعني خلاص لما نيجي نثبتها هتلاقيها اتغيرت وبقى اسمها واتساب محمد، والتعديلات اللي عملناها هتتغير معانا. بعد كده هترجع خطوة لورا، وبعدين هتدوس على النسخة، بعدين هتدوس على الكلمة اللي هي على الشمال، بعدين اكس ام ال ترانزليشن مود اللي هي ديت، وتستنى لحد ما تفتح معاك. تمام. وهنا طبعا زي ما انت شايف كده كل حاجه في النسخه هتظهر معاك، اللي هي الاضافات والزراير والكلام ده. وطبعا واتساب محمد هنا كان مكانها كي ام واتساب، لكن احنا غيرناها. تمام. فعندك هنا مثلا حاجات كتير اهيت في النسخه، لو انت عايز تغيرها من هنا كمان بتقدر انك تغيرها. تمام. فالاعدادات او الاضافات وزراير الحمايه والاضافات بتاعه النسخه هتلاقيها تحت خالص. تمام. هنا اهيت بالشكل ده زي ما انت شايف كده. عندك هنا مثلا اخفاء بيانات الاي بي، وعندك تعطيل منشن الجماعي والكلام ده هتلاقيه في الاضافات اللي هي تحت. ده قسم عدم التهنيج تحت اضافات كيمو اليوتيوبر اهي. تمام. هنا عندك اخفاء بيانات الاي بي، وهنا اخفاء بيانات الاي بي. بتبدا بقى انك عايز تغير كلمه اخفاء البيانات بتاعه الاي بي ديت خالص، بتبدا انك تغير، عايز تغير القلب برضو وتحط العلامه او الايموجي الجديد ده برضو عادي. تمام. عندك تحتها كيمو اليوتيوبر اللي هي مكتوبه في كل زرار. تمام. هنا هي عايز تشيل وتحط اسمك وتحط مثلا محمد، برضو بتحط محمد عادي. ولكن انت لو ملاحظ ان كيمو اليوتيوبر متكرره في كل حاجه، وطبعا احنا عايزين نغير اسم صاحب النسخه، فهتدوس عليها وتاخد الكلمه ديت كوبي. تمام. بعدين هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، بعدين على كلمه ريبليس اللي هي تبديل، بعدين تحط هنا الكلمه اللي انت عايز تبدلها اللي هي كيمو اليوتيوبر، وبعدين تكتب تحت بقى اسمك انت تحط محمد. تمام. كده كيمو اليوتيوبر هتتغير من النسخه خالص وهيبقى اسمها محمد زي ما انت ملاحظ كده. فعلا كيمو اليوتيوبر بقى مكتوب قدامها او الجهه التانيه محمد. تمام.
يعني دلوقتي بعد ما نعدل على النسخه ونعمل لها حفظ في الاخر، هتلاقي ان هي فعلا اتغيرت، وكيمو اليوتيوبر دي اتشالت خالص وبقى اسمها محمد. تمام. عندك بقى هنا مكافحه البريد العشوائي واخفاء التذكر وصف الروم بتكه والكلام ده، برضو هتلاقيه موجود عندك هنا، موجود بالشكل ده. تمام. فبتبدا انك برضو عايز تغير الكلام كله، برضو بتغيره عادي، يعني مش شرط بس الايموجي، لا، عايز تغير كله عادي، ولكن الكلام مكتوب صح فغير الايموجي احسن. تمام. ولو لقيت اسم صاحب النسخه بتبدا انك تغيره عادي. لو جيت بقى بحثت عن الفلتر او عملت ريبليس قصدي، تمام، وجيت هنا عايز مثلا تشيل القلب الاحمر برضو من كله، بتبدا انك تحط القلب الاحمر هنا، وتحت تحط الايموجي اللي هو ده. تمام. دلوقتي بعد ما تدوس اوكي هتلاقي ان القلب الاحمر اتغير وبقى بالايموجي الجديد زي ما انت شايف كده الجهه التانيه. تمام. فبعد برضو ما احنا هنحفظ النسخه في الاخر، هتلاقي ان كل القلب الاحمر ده اتشال من النسخه خالص، وهيبقى بالايموجي الجديد. تمام. بعدين هتخرج ورا وتدوس على سيف اند اكست. ده بالنسبه للتعديل على الاضافات وازرار الحمايه والكلام ده. طيب تعالى بقى نحفظ النسخه. تمام. هتدوس عليها وبعدين تدوس على كلمه انستول، ولو انت ملاحظ هتلاقي النسخه بقى اسمها واتساب محمد اهو زي ما انت شايف. تمام. هتدوس بقى على كلمه تحديث وتستنى لحد ما النسخه تثبت معاك. بعدين هتدوس على كلمه تم، وزي ما انت شايف كده النسخة فعلا بقى اسمها واتساب محمد، كان اسمها كي ام واتساب بقى اسمها واتساب محمد. تعالى نفتحها ونشوف التعديلات اللي احنا عدلناها من جوه. تمام. بعد ما تفتحها بالشكل ده، تعالى مثلا ندوس على الثلاث نقط اللي فوق. طبعا هنا كان في موجود قلب احمر مكان كل الحاجات ديت، واتغيرت زي ما احنا غيرناها. تمام. يعني مش شرط تغير ايموجي بس، يعني انت لو عايز تعدل الكلام نفسه زي اعدادات واتساب، كان مكتوب هنا اعداد كام واتساب، خلينا اعدادات واتساب محمد. عندك هنا اضافات محمد، كان طبعا مكتوب اضافات كيمو، فاحنا غيرناه وخلينا اعدادات محمد. عندك هنا برضو الايموجي اتغير من هنا خالص. تمام. وهنا بقت اضافات محمد وتواصل مع محمد، بقى محمد هو المطور بتاع النسخة. تمام. يعني حرفيا في حاجة بسيطة جدا. وطبعا هنا كان مكتوب كيمو اليوتيوبر تحت كل زرار، بقى اسمها محمد. تمام. يعني انا ما بقولكش حط محمد بقى، لا، انت تحط اسمك يعني بلاش في ذكاء يعني. تمام. فكل حاجه اتغيرت معانا بالشكل ده زي ما انت شايف، ولكن احنا كده عدلنا على اول حاجه الا وهي الاسامي والكلام اللي في النسخه. طيب لو انت بقى عايز تعدل على الالوان بتاعه النسخه نفسها اللي هي الاحمر، طبعا النسخه بلون احمر. تمام. لو انت عايز تعدل على الالوان بتبدا انك تدوس على الثلاث شرط اللي فوق على الشمال، وبعدين تدوس على اكستراكت اي بي كي برضو، بعدين تدوس على النسخه، بعدين اكستراكت اي بي كي، بعدين لوكيت. وهنا بتبدا انك تدوس على النسخه، طبعا النسخه ظهرت معاك اهيت، بعدين تدوس على كلمه فيو، بعدين هتدخل على الملف الاخير برضو اللي هو الملف الاصفر. تمام. بعدين هتدوس على تاني واحده، وهنا بقى هتدخل على الحزمه بتاعت النسخه اللي هي اخر واحده خالص. تمام. وبعد كده هتدوس على كلمه كلر اللي هي ديت. اول ما هتدوس عليها بالشكل ده هيظهر معاك كذا حاجه. تمام. اولا عندك التلاتة اللي تحت دول ملناش دعوه بيهم وملهمش لازمه اصلا، احنا اهم حاجه عندنا اول اتنين اللي هو الكلر والكلر نايت. تمام. بتبدا انك تدوس على اول واحده خالص اللي هي الكلر، وهنا بقى هتلاقي في الوان كتير معاك ظهرت بالشكل ده. تمام. بتبدا انك تدور على نفس اللون اللي هو بتاع النسخه، يعني النسخه لو لون احمر بتدور على اللون احمر، لو لون ازرق بتدور على الازرق، فاهم؟ فبتبدا انك تدور على اللون احمر من بين الالوان ديت كلها. تمام. بتفضل تدور كده لحد ما يقابلك لون احمر بالشكل ده زي ما انت شايف، ده لون احمر اهو. تمام. بتشوفه هل هو نفس اللون بتاع النسخه بالظبط ولا لا. لو هو، طبعا هو تمام، بتدوس عليه وبعدين بتاخد الكود ده نسخ اللي هو اف اف بعدين الاصفار ديت، بتاخده كوبي. تمام. بعد كده بتدوس على كلمه كانسل، وبعدين تدوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين، بعدين فلتر اللي هو البحث، بعدين بتيجي هنا تحط الكود، بعدين تدوس على كلمه اوكي. طبعا هنا ظهر معانا كذا لون احمر اهوت بالشكل ده. لما بحثت عن الكود بتاع اللون الاحمر ظهر معاك كل الالوان الحمراء بتاعه النسخه. تعالى بقى نعدل على اللون الاحمر ونخليه بلون تاني، وليكن مثلا لون ازرق. هتدوس على اي واحده فيهم وليكن اول واحده، بعدين على كلمه بيك اللي هي ديت، بعدين بتسحب الشريط اللي هو فوق ده. في شريط فوق لو انت ملاحظ كده اول ما بتسحبه لليمين او الشمال بيبدا ان هو يتغير معاك بالالوان اللي زي ما انت شايف كده. تمام. بتبدا انك تشوف اللون اللي انت عايزه، طبعا الالوان بتتغير كل ما بتشده اليمين او الشمال. تمام. وليكن مثلا احنا عايزين نخليه باللون الازرق. تمام. طبعا النسخه كانت باللون الاحمر، بتبدا انك تسحب كده لحد ما تلاقي اللون الازرق ظهر معاك بالشكل ده، ظهر معاك بالشكل ده كده، بقت لون ازرق اهوت، الكره ديت بقت لونها ازرق. تمام. بتبدا انك بقى تدوس على كلمه اوكي، طبعا هو كده بقت لون ازرق اهوت. تمام. بتدوس على اوكي، ظهر معاك كود جديد، الكود ده الخاص باللون الازرق، بتبدا انك تاخده كوبي، واقول لك ليه دلوقتي. بعدين تدوس على كلمه اوكي،
وكده بتلاحظ ان اول واحده عدلنا عليها كانت لونها احمر بقت لونها ازرق. تمام. هتعمل بقى كده في كل الباقي، ولكن انت هتشيل بس الكود ده وتحط الكود الجديد، بعدين دوس على كلمه اوكي بقى لونها ازرق. تمام. بتبدا بقى انك تحط الكود الجديد مكان الكود القديم الاحمر في كل الالوان ديت. تمام. لحد ما تبقى كل الالوان الحمراء دي اختفت من النسخه وبقى لونها ازرق. تمام. بتبدا بقى انك تعمل كل ده في الالوان كلها وتخليها باللون الازرق. طبعا انا مسرع الفيديو بس عشان الوقت مش اكتر. تمام. ولكن انت عندك لازم تغير الالوان ديت كلها. تمام. وديت اخر واحده اهيت. كده احنا غيرنا كل الوان النسخه اللي لونها احمر باللون الازرق بالكود اللي هو باللون الازرق. تمام. وطبعا عرفتك ازاي تعمله بالازرق. تعالى بقى نخش على تاني واحده. كده احنا خلصنا الاولى، هنخش على الكالر نايت وتيجي هنا وتبحث عن الكود اللي باللون الاحمر. تمام. دوس على كلمه فلتر وده الكود بتاع اللون الاحمر اهوت، وتدوس على كلمه اوكي. تمام. ظهر معاك واحده بس. تمام. بتبدا انك برضو تدوس عليها وبعدين دوس على الكود ده وتشيله وتحط الكود الجديد اللي هو بتاع اللون الازرق، بعدين دوس على اوكي. وكده اللون الاحمر بقى لون ازرق. بتبدا بقى انك تخرج وترجع لورا خالص، بعدين سيف اند اكست، بعدين اوكي. وبعدين ما هي هتحمل بقى والكلام ده هتبدا انك ترجع لورا خطوه. كده احنا عدينا على الالوان. بعدين بتدوس على النسخه وتعمل انستول يعني تثبيت، وبعد كده تدوس على كلمه تحديث وتستنى لحد ما هي تثبت معاك. طبعا هي كده اتثبتت اهيت بالشكل ده. بتدوس على كلمه تم وبعدين بترجع تفتح النسخه تاني من جديد بقى عشان اوري لك ايه اللي حصل. تمام. اول ما تفتح النسخه بالشكل ده، طبعا هي كانت باللون الاحمر. شوف بقى اللي هيحصل دلوقتي اهو، يعني ولا سحر ولا شعوذه، حرفيا في اقل من دقيقه النسخه بقت من لون احمر للون ازرق. تمام. طبعا كل ده كان لون احمر، يعني لو انت رجعت الفيديو 3 دقايق لورا مثلا هتلاقي النسخه كانت باللون الاحمر اصلا. فاهم؟ يعني لو حتى لو دخلت على اي حاجه تانية في النسخه، مش شرط بس في الاول هنا، لا بالعكس خالص. انت لو دخلت على اي حاجه تانية هتلاقي برضو كل الالوان الحمراء حرفيا اتغيرت. تمام. يعني انا اظن ان شرح اسهل من كده مفيش حرفيا، لان انا علمتك النهارده ازاي تعدل على الالوان والاسامي. يعني الالوان حرفيا بتتعدل في اقل من دقيقه زي ما انت شايف كده، ما خدتش معانا دقيقه واتغيرت من اللون الاحمر للون الازرق بالكامل في النسخه بالكامل. تمام. وكده انا علمتك النهارده ازاي تعدل على الاسامي والالوان، وده البارت 1. ان شاء الله البارت 2 هعلمك ازاي تعدل على الروابط والصور بتاعه النسخه بالكامل برضه، عشان تكون كل حاجه واضحه وتكون النسخه خاصه بك انت لوحدك، ويبقى كل حاجه فيها تخصك وبحقوقك. تمام. يعني كده شرح النهارده خلاص، علمتك ازاي تعدل على الاسامي والالوان. ان شاء الله البارت 2 انتظرونا، مش هنتاخر عليكم ان شاء الله. وبس كده يا اخواتي، يا ريت بس تقدروني على التعب، يعني الفيديو حرفيا بتاع 17 دقيقه او اكتر، فيا ريت يعني تقدرنا على التعب ده بلايك وكومنت، ولو كلمه حلوه في كومنت عادي. تمام. وبس كده يا اخواتي، انتظرونا في البارت 2. سلام.